السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل المتابعين الأوفياء أينما كنتم، داخل أو خارج أرض الوطن، وخاصة الناس الجنوب الشرقي العزيز ومنطقة قلعة مكونة طيبة. اليوم بغيت نوجه لكم الدعوة باش نجلسوا كاملين خوت وأحباب، ونهضروا في واحد الموضوع اللي هو في غاية الأهمية والحساسية. موضوع كيمس العلاقات الإنسانية والاجتماعية في بلادنا. كاع شفتوا الترند ديال هاد الأيام على اللاعب لامين يامال وحبيبته. السوشيال ميديا مقلوبة عليهم حيث كيموتوا بالحب والرومانسية. إيوا أنا جيت نسولكم واحد السؤال بسيط، وقولوا لي الصراحة في التعليقات. كون كان هاد لامين يامال ماشي مشهور وماشي لعاب، وجا لبلادنا وبغى يخطب شي بنت بيضة من هادوك اللي عاطينها البخ، واش غتقبل بيه ولا غتقول ليه سير تكمشى كحل الراس؟ اليوم غنهضروا على واحد المرض باقي كيدور فشي بلايص في جنوبنا الشرقي، وبالضبط في قلعة مكونة والنواحي. العنصرية في الزواج بين إسوقين يعني الناس السمرين وإيمازيغن يعني الناس البيضين. ابقاو معايا حتى الآخر ديال الفيديو، حيت كل دقيقة فيها إفادة، حيت غادي نشارك معكم كلام واقعي فيه العبرة والنصيحة، وغادي نكشفوا هاد الظاهرة بكل وضوح وبطريقة اللي تفيدنا كاملين وتصلح مجتمعنا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وما تنساوش تخليو لينا اعجاب واشتراك باش يوصل هذا الميساج لاكبر عدد ديال الناس، ونحققوا الهدف ديالنا مع بعض. ويلا نبداو على بركة الله. ايوا دابا نهضروا نيشان وبلا زواق، وندخلوا طول عرض في الموضوع. كاينين شي بنات بيضات عندنا، غير كتعطيهم الطبيعة شوية ديال البيوضية في الوجه كيسحاب ليهم راسهم راهم هازين كاس العالم. كيتكبروا على الولاد السمرين يسوقين اللي هما ولاد بلادهم ورجال ونص، وكتلقاها كتقول لك بالنفخه لا خويا انا ما نتزوجش بالسمر، بغيت راجلي يكون بيض بحال الحليب. اودي فيقي من القلبه وغسلي وجهك من العكر الله يهديك. هذيك البيوضية والزين ديال السطح راه غير صباغة، كتمشي مع أول وقفة قدام البوطة، ومع تمارة ديال الزمان، ومع أول ولد غتولديه غتولي تباني بحال إلا دوزتي الحرب العالمية الأولى. اش غديري بشي واحد بيض بحال الشمعة مطور ومنفوخ، ولكن عقلو خاوي وجيبو ما فيه ريال، ولا شير عليك شي حد بوردة يطيح سخفان. راه كيما كيقولوا ناس زمان الزين في الدير فيل والنية اللي كتدوم. وراه واخا تكون جلدتك بيضة بحال الورقة، إلا كان قلبك كحل بحال قاع البرمة وفيه العياقة والتكبر، راه ما تسويش حتى بصلة خضرا في السوق. الراجل راه ماشي باللون ديالو في الكتالوج، الراجل بكلمته وبدراعه وبالمعاملة ديالو. ودابا اجي عندي نتا يا خويا السمر، بغيت نوصيك ونعطيك نصيحة غالية ديرها حلقة في ودنيك. الا مشيتي تخطب شي بنت وبان ليك بلي عائلتها كيشوفوا فيك شوفة ناقصة على قبل اللون بشرتك، وبداو كيتغددوا ويجبدوا الهضرة الخاوية وكيعزلوا في الالوان بحال الا واقفين في سوبر مارشي، واقسم بالله ما تبقى حتى تما دقيقة واحدة. نوض ونفض حوايجك وخرج ووجهك مرفوع وخليهم يضربوا راسهم على الحيط.
راه هادوك هما اللي خسروا الراجل، ماشي نتا اللي خسرتي. الأرض ربي مخليها واسعة، وبنات الناس اللي باغيين الحلال والمعقول ويقدروا الرجال موجودات، ومتمنيات شي راجل بحالك. عمرك تحس بالنقص حيت بشرتك سمراء. السمراء راه هي لون الشمس، واللون الأرض، واللون الرجال الأحرار اللي كياكلوا طرف الخبز بعرق جبينهم. وكيف ما كيقول المثل المغربي: الأسمر إلا ما عجبك زينو كيعجبك فعالو. السمرة هيبة، والرجولة كنز، واللي ما بغاكش العار والخسارة في كنزو. ونزيدكم هاد القصة القصيرة اللي وقعت لواحد ولد البلاد سميتو مصطفى. مصطفى تبارك الله سمر، غزال، صحيح، وخدام إطار على راسو. بغى واحد البنت بيضاء، ومشى لدارهم باش يطلب يديها بالحلال، وجايب معاه الورد والمسائل. النهار اللي جلس مع باها وجدها، الشيوخ الكبار باقين شادين في العقلية القديمة، بداو كيتغامزوا وكيهضروا بيناتهم. والجد قال للبنت: اشكون هاد السيد اللي جايبه لينا؟ واش بغيتي تخلطي لينا البيض مع الكحل ويخرجوا لينا الدراري مبرقعين؟ مصطفى سمعهم، ناض، وقف، وبكل أدب وابتسامة قاصحة قال لهم: أعمي، أنا جيت نخطب بنتكم حيت يسحب لي فيكم المعقول، ولكن مادام كتشوفوا في اللون وناسين باللي القلب البيض واليدين السمرين الخدمة وهما اللي كيديروا الراجل، الله يعاونكم. وخلاهم تما مصدومين وخرج. دارت الايام، مصطفى دابا تزوج بنت الناس وعايش معاها في الحب والقدر. وهذيك البنت بقات بايره في الدار كتقابل غير الحيوط، حيت عائلتها باغيين ليها شي واحد بيض واخا يكون جالس في القهوه وما كيسوى والو. شفتوا العقليه فين كتخرج على بنادم؟ في الاخير بغيت نوجه نصيحه لكل بنت وكل عائله باقا كتفكر بهذا المنطق الحامض: افيقوا من القلبه، العالم تبدل. الدين ديالنا قالها واضحه: لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. الزواج راه ماشي كتالوج د الألوان، الزواج راه عشرة ورجولة وأمان. وإلا بقيتو تابعين هذا كحل وهذا بيض، غتجلسو تما تقابلو غير الحيوط. وتنمير النون حيت تفرجتو حتى للأخير. دابا بغيتكم كاملين تنزلوا التعليقات وتكتبوا لي واش هاد العقلية ديال إيسوقين وإيمازيغن باقي عندكم في الدوار، ولا الناس وعاو وتبدلوا؟ تهلاو ليا فراسكم وتسناوني في الفيديو الجاي إن شاء الله.